أعلنت القيادة العامة لهيئة التحرير ما يلي: أي أحد سيقوم بسب الذات الإلهية سيتم سجنه لمدة عام واحد على أقل تقدير. إلى المغتربين السوريين الذين يرغبون بالعودة إلى الوطن، سيتم العمل على تجهيز المطارات قريبا لاستقبالهم بكل ترحيب. حاليا يمكنكم القدوم عبر تركيا، لبنان، الأردن والعراق. نحن نعلن عن عفو شامل عن جميع الأحكام السابقة والعقوبات. لا يوجد احتياط للجيش والجميع مرحب به دون استثناء، ونستقبلكم بالورود وقلوبنا مفتوحة لعودتكم إلى حضن الوطن. أيضا يمنع منعا باتا التدخل في لباس النساء أو أي طلب يتعلق بملابسهن أو مظهرهن، فيما ذلك طلب التحشم. نؤكد أن الحرية الشخصية مكفولة للجميع، وبأن احترام حقوق الأفراد هو أساس بناء وطن متحضر. أيضا يمنع منعا باتا التعرض للإعلاميين العاملين في التلفزيون السوري والإذاعة السورية وصفحات التواصل الاجتماعي. يمنع توجيه أي تهديد لهم تحت أي ظرف. العقوبة الحبس لمدة سنة كاملة لكل من يخالف هذا القرار. ونؤكد على أهمية حماية الإعلاميين وضمان حرية عملهم في خدمة الوطن والمجتمع. يمنع منعا باتا تداول مصطلح شبيح بين الناس أو إثارة النعرات الطائفية، كما يمنع القول لأي شخص أنت من النظام القديم أو كنت مواليا. نحن الآن في صفحة جديدة، وسوريا الجديدة تتسع للجميع. العقوبة هي الحبس لمدة شهر لمن يخالف هذا القرار. نؤكد على أهمية التكاتف والتعايش لبناء وطن موحد ومستقبل مشرق.